مرحبا بكم في برنامج أطفال مع حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأطفال، مرحبا بكم أصدقائي ومتتبعي برنامج بودكاست أطفال مع حياة. سعيدة جدا ولله الحمد بهذا اللقاء الذي يتجدد معكم بعد غياب طال أسبوعين. اشتقت إليكم جميعا وأتمنى أن تكونوا بألف ألف خير. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. وعلى بركة الله نستأنف حلقات البرنامج، واليوم أنا سعيدة جدا لأن الحلقة تم تسجيلها في روض التقوى، فالشكر الجزيل على الدعوة التي تلقيتها من أجل تسجيل الحلقة مع أطفال التعليم الأولي. يا أصدقائي، كان اللقاء مليئا بالأحاسيس الجميلة والبريئة وبكل عفوية. فشكرا جزيلا لكل من المربية حليمة وأيضا المربية سعيدة. إذن إن شاء الله من دابا شوية غادي نكونوا مع ضيوف الحلقة من روض التقوى. وللإشارة فالأصدقاء ديالنا اللي تبارك الله في عمرهم 4 سنين و5 سنين فغادي يتكلموا بكل عفوية. أكيد أنه تطرحت عليهم مجموعة ديال الأسئلة، فمن خلال هذاك النطق ديالهم اللي يالله عاد ما شاء الله عليهم كيعرفوا كيفاش يعبروا، يالله عاد كيعرفوا كيفاش ينطقوا الحروف وكيفاش ينطقوا مجموعة من الكلمات اللي كيعبروا بها على المشاعر ديالهم. فحنا يعني غادي نقبلوا أي حاجة قالوها لنا، وغادي نبقاو مع هذا الفصل، ومن بعد إن شاء الله غادي نواصلوا. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود. نحمل فرشاة الأسنان ونضع عليها المعجون، وننظف كل الأسنان كي ضحكتنا تدوم وتدوم. نحمل فرشاة الأسنان ونضع عليها المعجون، وننظف كل الأسنان كي ضحكتنا تدوم وتدوم. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود. وعلى المائدة نجلس معا، نأكل وجبات الفطور، طعام صحي ومفيد يمنحك سعادة وسرور. وعلى المائدة نجلس معا، نأكل وجبات الفطور، طعام صحي ومفيد يمنحك سعادة وسرور. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود. تشرب كوبا من الحليب يجعلك دائما نشيط ويقوي كل عظامك لأنه مملوء بالبروتين. تشرب كوبا من الحليب يجعلك دائما نشيط ويقوي كل عظامك لأنه مملوء بالبروتين. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود. نرتدي ملابسنا نظيفة ونستعد للألعاب، نفرح نجري هنا وهناك، صباح مشرق يا أحباب. نرتدي ملابسنا نظيفة ونستعد للألعاب، نفرح نجري هنا وهناك، صباح مشرق يا أحباب. صباح الخير يا أطفال، هيا نستيقظ ونقوم، نتعلم شيئا جديدا ونشاهد عائلة جود.
مرحبا بكم في برنامج أطفال مع حياة. مجددا نلتقي بكم أعزائي وعزيزاتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأطفال في برنامجكم بودكاست أطفال مع حياة. إذن على بركة الله سنبدأ حلقتنا وبحول الله تواصلنا الجميل مع أطفال التعليم الأولي بروض التقوى. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس. شنو هو الاسم ديالك الكامل البطل؟ أكرم الإدريس. مرحبا بالصديق ديالنا أكرم الإدريسي في برنامج بودكاست أطفال مع حياة. شحال في عمرك يا ولدي أكرم؟ 5 سنوات. 5 سنوات، ما شاء الله تبارك الرحمن، بطول العمر إن شاء الله، وعقبال تكبري إن شاء الله وتحقق الأمنيات ديالك بإذن الله في حياة والديك ولدي. وشنا هو المستوى فاش كتقرأ أكرم؟ واش التمهيدي الأول ولا التمهيدي الثاني؟ ثاني. نعم أكرم. وعارف الاسم ديال الروض ديالك فاش كتقرأ؟ التقوى. برافو عليك. شنو كتمنى في المستقبل تكون أكرم إن شاء الله ملي تبدا تكبر بشوية بشوية حتى تكبر إن شاء الله؟ شنو بغيتي تكون في المستقبل؟ معلم. ما شاء الله، معلم. تبارك الله عليك يا ولدي، إن شاء الله تحققها بإذن الله. فيا أصدقائي ما شاء الله كيف ما سمعتوا بأن الصديق ديالنا أكرم إن شاء الله بغى يكون في المستقبل معلم، وهي من بين أشرف المهن. فيا أصدقائي المربي، المعلم، الأستاذ هو صديقك في الفصل، هو الذي يساعدك على التعلم والنمو، هو الشخص الذي يشرح لك الأشياء الجديدة ويجيب على أسئلتك ويساعدك على حل المشكلات. المعلم، المربي، الأستاذ هو الذي يخلق بيئة تعليمية ممتعة ومثيرة، حيث يمكنك أن تتعلم وتلعب وتتطور في نفس الوقت. المعلم يا أصدقائي الأطفال هو أيضا الشخص الذي يهتم بك ويحترمك ويؤمن بك وبقدراتك، هو الشخص الذي يساعدك على اكتشاف مواهبك واهتماماتك ويشجعك على تحقيق أحلامك. فتحية لكل مربي، لكل معلم، ولكل أستاذ. كل الاحترام والتقدير لرجال ونساء التعليم. إذن يا أصدقائي غادي نبقاو مع هذا الفاصل القصير، ومن بعد إن شاء الله غادي نكملوا الحوار ديالنا الجميل مع الصديق ديالنا أكرم الإدريسي. شكرا يا معلمتي. شكرا أنسة ليلى، نراك غدا. على الرحب والسعة. يا أصدقاء، لنغني أغنية شكر للآنسة ليلى. ها؟ 1 2 3. نشكرك معلمتنا على صبرك خلال تدريسنا. نشكرك معلمتنا نحبك ونقدر كل ما تفعلين. سنذكر دائما كل ما فعلته لنا ليكافئك الله بمحبته. نشكرك معلمتنا سوف نحبك دوما، سوف نحبك دوما. شكرا أستاذ موسى. وداعا، تذكروا أن تقرأوا القرآن. سنفعل يا أستاذ. نشكرك أستاذنا على تعليمنا ديننا. نشكرك أستاذنا أنت دائما موجودا لترشدنا. سنذكر دائما كل ما فعلته لنا ليكافئك الله بمحبته. نشكرك أستاذنا سوف نحبك دوما، سوف نحبكما دوما. شكرا جزيلا لكما.
مرحبا بكم في برنامج أطفال ما حياس. عدنا إليكم أصدقائي وصديقاتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج بودكاست أطفال مع حياة. كنا ولا زلنا مع الطفل والمعلم أكرم الإدريسي من روض التقوى، وللإشارة فصديقنا يبلغ من العمر 5 سنوات، وقال لنا إن شاء الله بأنه كيتمنى يكون معلم في المستقبل. إن شاء الله من هنا غادي نكملوا الحوار ديالنا مع الصديق ديالنا. نعم يا صديقي أكرم، ممكن تقول لنا الاسم ديال المربية اللي كتدرسك اللغة العربية؟ فاطمة الزهراء. تحية للمربية فاطمة الزهراء. والاسم ديال المربية اللي كتدرسك اللغة الفرنسية؟ حبيبة. تحية أيضا للمربية حليمة. نعم يا صديقي أكرم، شنو علمتك المربية حليمة؟ ليلة. مزيان، تبارك الله عليك. وبالنسبة للمربية فاطمة الزهراء شنو كتعلمك؟ الحروف، الأعداد بالعربية. ما شاء الله تبارك الله عليك ولدي. ممكن تقول لنا الأعداد باللغة العربية يا أكرم من 1 إلى 10؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما شاء الله عليك، أحسنت يا صديقي. وباللغة الفرنسية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صديقي أكرم، حافظ نشيد باللغة الفرنسية؟ واخا، ممكن تفضل تقولوا لنا؟ Demain j'irai à l'école, si le jour le plus beau, si le jour le plus beau, avec mon sac sur le dos, avec mon sac sur le dos, la maîtresse me dira, bonjour mon enfant, bonjour mon enfant. شكرا لك يا صديقي أكرم الإدريسي، كنت سعيدة جدا للتواصل ديالي معك في هذه الحلقة، وإن شاء الله كنتمنى لك كل التوفيق ولدي، وتبارك الله عليك. إن شاء الله تكبر وتحقق إن شاء الله الأمنية ديالك وتكون معلم وأستاذ في المستقبل. تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء ديالنا اللي حاضرين معنا في هذه الحلقة بروض التقوى. إن شاء الله غادي كل حلقة غادي ندرجو إن شاء الله ضيف بحول الله وقوته. وغادي نخليكم الآن مع المعلم والأستاذ أكرم الإدريسي مع هذه التلاوة الطيبة بصوته الجميل. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. مولانا الكريم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نفعنا ورفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. أطفال ما حياس.